كلنا ننتخبه، كلك ذوق، كلنا بنحبه، أكابر، كلنا معه رجال. وبتحبوا مين؟ بيس وحبيبكم مين؟ كتر خيرك عمي. باخر ساعات العيد ريال مدريد بعايد على جماهيره بيقول لهم انه كل عام وانتم بخير، نعاد عليكم بالف صحه والف عافيه، والله ما راح نزعلكم، تقضوا العيد كله فرحانين، وباخر العيد ما راح ننكد عليكم، بنروح نحن على التوقف الدولي وانتم مبسوطين. برشلونه نحن لساتنا بالدوري والفارق رجع 4 نقاط ومستمرين على اساس لنشوف لقدام شو مخبينا لسه. تمام اتلتيكو انت ما بتيجي غير هيك، واخيرا اجى مين يلي يعلم عليك بطريقتك، ما في غير هيك. واكيد طبعا ببدايه الفيديو لازم نقول انه الف تحيه لفالفيردي على البطاقه الحمراء قبل الهدف اللي سجله، قبل كل شيء عنه بالمباراه. وانت كمان لك مني تحيه اذا بتفوت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليوصلك كل الفيديوهات اول باول. خلينا نفوت بالتفاصيل. فما حاجه ما نعرفش. اما نفوت بالتفاصيل انه اليوم سيميوني لا امين اللي لعب بخطته وبيكسر له راسه بدم بارد مثل ما بيكره سيميوني، وبالطريقه يلي بتقتله هو واقف عم يتفرج ومو قادر يعمل شيء. اما نفوت بالتفاصيل خلينا نحكي انه اليوم اربيولا عمل شغلتين كثير مهمات. الاولى انه قال لك انا ما بدي اعمل اي شيء كان يعمله تشابي الونسو، بدي احاول اعمل عكسه لحتى اجرب العكس شوف شو النتائج. الثاني انه بلش يعمل رهان اللي كان يعمله انشيلوتي بالضبط قبل ما يروح، وهيك شفنا انه اليوم ابو حسين على ضعف الخطط الهجوميه الفتاكه والابداع اللي كنا نشوفه، الا انه بكل بساطه قدر ياخذ المباراه حتى هو ناقص لاعب باخر ربع ساعه، ولاعب من اهم اللاعبين اللي هو فederico فالفيردي، لانه معتمد عليه اربيولا بكثير انه يعمل له نقله نوعيه بالهجوم، تحول للاعب فتاك ولاعب شرس كثير قدام الجول، بعد ما كان ببدايه الموسم مع الونسو لاعب منبوذ، لاعب محطوط بالدفاع وكثرت مشاكل حواليه. اللاعب الثاني اللي هو فينيسيوس اليوم قدم اداء حلو. اليوم فينيسيوس لما بيكون بيومه هذا الشيء يعني بيريحك كثير، بقول لك ان شاء الله تحط 5 لعيبه على الظهير الايمن مقابل لفينيسيوس راح يقدر يلاقي الحل. اليوم شفنا فينيسيوس بالعمق، شفناه على اليمين ومناطق حساسه، يعني اليوم ركب لعيبه كثير بطاقات صفر. طبعا كمان اكيد لازم نحكي على دياز اللي عم يثبت انه اليوم مكانه كاساسي لازم دائما يكون موجود، حتى لو ما كان اساسي لازم يكون له دقائق معينه يلعبها بكل مباراه، لانه شفنا اليوم كيف عم يتطور اداؤه بشكل كبير، وشفنا انه بعد بطوله افريقيا كان اداؤه كثير متغير وكثير صاعد بشكل كبير. اخر شيء اكيد لازم نمدح بلونين اللي وجه رساله للبايرن انه شوف حتى لو كورتوا مصاب فنحن عندنا هون فرخ كورتوا صغير لسه عم يتربى وعم يكبر وعم يتحول لكورتوا جديد شوي شوي. والشيء اللي بلاقيه ايجابي شوي لما بنصاب كورتوا بتلاقي لعيبه ريال مدريد بتصير بتخاف على المرمى وبتدافع عنه اشرس من لما بكون كورتوا عم يلعب، بتحس انه اللعيبه عندها ثقه بكورتوا انه يصد الطابات كثير، فما بتبذل مجهود لحتى تقطع طابات او تمنع شوطات على المرمى. اما بالعكس لما بكون لونين موجود فبحس ان اللعيبه اليوم عندها مسؤوليه، لا انا بدي ادافع، بدي اقلل عدد الشوطات اللي بتروح على ريال مدريد، لانه لونين ما هو كورتوا. دخل سيميوني بدايه المباراه هو قايل لك ليك اخي هي الطابه تفضل معلم انا ما بدي اياها، انت العب تسلى فيها بعيد وانا واقف فن المناطق، وحاول لعب على المرتدات، وهذا الشيء اعطاه هدف في الشوط الاول. شفنا طابتين دخلت الدفاع ببعضهم لوكمان حط لك هدف، وهذا الشيء خلى سيميوني يطلع من الشوط الاول مبسوط ورضيان، وعلى الاخر دخلك شوط ثاني قال لك لحظه انا ما بقى بدي اهداف طاوله، تدخل يا خوسيه ماريا خيمينيز ما شو اسمه حط لي بالسنتر وقال لك معلم 3 مدافعين مع 2 اظهره و5 مدافعين، هلا هيك قفلنا الملعب الاخر وعدينا حتى اذا ما في مرتدات انا بدي اطالع نتيجه 1-0. بس ريال مدريد كان له راي ثاني، وبالاخص ابراهيم دياز اللي عرف كيف يلبس مدافع اتلتيكو مدريد ضربه جزاء بمعلمنه وحرفا. ضربه جزاء اللي بدي يحكي عليها يحكي، اما هي صحيحه 100% وانتهى الحديث من بعدها وما بنطول بالحكي. لهيك فينيسيوس يعني عم يتعلم شو ضربة جزاء، كمان شوي شوي عم ياخذ تمارين، قدر يحط التعادل. بعد ما حط التعادل لقينا اتلتيكو طيب احنا هلا شو نطلع نرجع نبقى شو نعمل؟ ما في دقيقتين 3 لعمك فالفيرد الصقر بطب لك على الطابه هيك كانه جاي ياخذ فريسه، اخذ الطابه وبحط له اياها للجدع موسو بقول له خذ يا معلم 2-1 وخلى اتلتيكو مدريد ضايع. الشيء اللي بعتب عليه بالمباراه انه نحن لو ضاغطين بهال10 دقائق هاي كان ممكن نسجل هدفين و3 كمان، لانه شفنا الاخطاء الضغط جاب نتيجه حلوه كثير. الضغط اللي كان يعمل ريال مدريد على لعيبه اتلتيكو خلاهم ضايعين تقريبا بهال10 دقائق، ولو قدرنا انه نضغط اكثر ونقرب على الجول اكثر كان ممكن نطلع بهدفين كمان. هون عمك سيميوني يجيب لك 3 لعيبه قال لهم يا شباب
اسحب لي لعيبه الاجنحه واللي ممكن يلعبوا لك فنيات وهيك، نزلوا لي لعيبه العرضيات وعرضيات يا شباب، يلا روحوا شوف عرضيات ونزل لك ما تبقى من قومعات، وهلا اي طالب تجي عالي رح ينطحوا ويحطوا جول. بس الهدف التعادل ما اجى من هالطريقه هي، اجى من طابه بعيده انشاطت وجول حلو نشهد له، صراحه الكل بيشهد له انه هدف حلو وشغل معلمين. ولكن الريال شوف انت هيك مباريات بتحس انه ما حتخلص، لا في لسه فيها شيء مخبى، فيها شوف حتى بعد الهدف الثالث بتحس انه كان في شيء مخبى، والله كان بصراحه يعني. برجع لك ريال مدريد راكز هادي، ما ضاع ما تلبك، تمام 2-2 لسه الامور هاديه ولا كانه هو متصدر بفارق 25 نقطه، اموره تمام التمام ولوز اللوز، فاصل التنتين. والمعلم ارنولد اللي عم ثبت له رجليه شوي شوي، وهذا الشيء اللي تعاقد مع ريال مدريد انه انا يكون عندي لاعب يخلق لي شغلات جديده. شفنا دخل بين لاعب اتلتيكو اخذ لك 1 2 3 4 سحبهم على الطرف، وخلى مبابي بالذكاء يطلع لقدام ويروح على الفاضي يسحب معه مدافعين. طيب فيني تفضل استلم يا معلم، سلم اياه عن ضربه جزاء، وهون جوا منطقه الجزاء لما حيفتر فيني اي نكشه رح تعطيه ضربه جزاء، ومبابي موجود لحتى يسجلها. حاولوا يضغطوا عليه بركن لك على اليمين حط لك هدف ثالث، قال لك يا مولينا مو بس انت بتعرف تحط اهداف حلوه، نحن كمان بنسجل اهداف حلوه وشغل معلمين. ما بتروح الدقيقه هون دقيقتين ثلاثه الا فالفيردي بضرب لك اللاعب من ورا، وفالفيردي كان حاس فيه انه فيه بطاقه صفراء، اي انا تدخلي يعني بطاقه صفراء، وما كان مسجل بطاقه حمراء لانه الطابه وتدخل مو قوي كثير. الحكم شاف لك لا بطاقه حمراء، بس نحن هون بنرجع بناكد انه تسلم رجلك يا فالفيردي. فالفيردي معه رصيد، لو بيقتل لاعب بارض الملعب نحن بنقول له الله يعطيك العافيه يا معلم، ما قصرت كان لازم تقتل، ما في مجال معلم. فالفيردي شو ما عمل فلا مصلحتك، هذا الشيء انت لازم تحطه ببالك دائما واياك تنكره. وما كل محاولات سيميوني لانه يغير النتيجه ويخرب علينا الليله ويحاول تقريبا يروح علينا الدوري بعد ما يصير الفرق 6 نقط اقل شيء في حال تعادل، لانه ريال مدريد ثابت هادي راكز عرفان كيف يلعب الدفاع بشكل حلو. اربيولا اليوم عطى درس لسيميوني باخر ربع ساعه، معلم انا بلعب ب10 لعيبه وانت زياد عني لعيب وبدافع احسن ما انت دافعت، مع انه انا ليكني لسه شهادتي التدريبيه ما صار لها شهرين ثلاثه مصدق عليها. بس اكيد احنا ما حنمرق الفيديو هذا بدون ما نقول له الحمد لله على السلامه يا كليان، الحمد لله على السلامه يا بيلينغهام ويا كامافينجا. الرجعه بهالوقت حلوه، خصوصا على الاغلب انه ما حتروحوا تلعبوا مع منتخباتنا حاليا، فحتروحوا 15 يوم بعد ما دخلتوا المباراه وسخنتوا في اخر ربع ساعه هيك، يعني مشيتوا رجليكم شوي لهيك بعد توقف الدوري رح تكونوا جاهزين اكثر لاكثر مباراه، واهم مباراتين البايرن، والمنافسات رح تكون بالدوري. مع طرد فالفيردي على الاغلب حياخذ مباراتين ايقاف لانه طرد مباشر، فرح نحتاج اكثر من لاعب انه يكون موجود وانه يطلع بالفورمه تبعيته للسقف لحتى نستفيد منه. كيليان مبابي رجعته مهمه، شفناه حاول يقدم اداء وشفناه ما شاء الله عليه جاهز، راجع انا معلم جاهز لحتى اكل ملعب من اول وجديد، وعودك عن فالفيردي يعني رح يغيب كم مباراه وبس ترجع ان شاء الله يكونوا الاثنين افضل اداء. ارنولد اللي عيني فيك عم تحلى اكثر واكثر، شفت حتى بالكره الثابته يعني ريال مدريد جابك لهالطابات هاي لهاللعبات هاي. ارنولد لو ياخذ ثقه اكثر بحاله رح يقدر مو بس يحط كرفخال على الدكه، لانه كرفخال ماشي بعداد مع نهايه الموسم، ابدا ارنولد رح يكون من المحاور الرئيسيه في صنع اللعب وسط الملعب، وثبت الكلام عندك وتذكرني فيه. اما بيلينغهام وكامافينجا فهن بالعاده دائما بياخذوا وقت لحتى يرجعوا من الاصابه، وقل ما انه يسرعوا بالشفاء ويرجعوا لمستواهم الاصلي. كاريراس قدر اليوم يعمل لك جو حلو شوي، اخذ له طابه طابتين حاول يثبت على الطابه اكثر ورجع كمان يحمل على الملعب. هذا الفيديو هذا ريال راح يعطيك 15 يوم حلوين تنبسط فيهم انت لحد ما يرجع اللعب من اول وجديد. انبسط فرفش واستنى برشلونه، ولسه الخناقه راح تتم مستمره. اي نعم حتى الفوز بكلاسيكو اللي راح يكون بعد شهر شهرين ما راح يكون كافي لحتى انه والله نطلع بصداره ونفوز بالدوري، ولكن كل شيء موجود، لسه كل فريق عنده 9 مباريات، الله اعلم شو ممكن يصير فيها، نحن بنطلع بكير هلا برشلونه ممكن يوقع، كل شيء متوقع. لكن انت لا تنسى انه تستنى كل الفيديوهات اللي حتنزل من على قناتي اول باول، اشترك في القناه فعل زر الجرس ليوصلك كل الفيديوهات اول باول. سلام.